هي مواجهة استحقت أن تكون قمة من مباريات بطولة القسم الوطني الأول بدل الثاني في دورة رست فيها سفينة المتصدر اتحاد طنجة بملعب أبو بكر عمار بسلا للفوز بغنيمة النقاط الثلاث أمام قراصنة الرقراق جمعية سلا الذي بدأ يسترجع بعضا من عافيته. الاتحاد كان مدعما كالعادة بجمهور غفير أقل ما يقال عنه رائع. أي لاعب وإلا يتمنى يكون حاضر في هذا العرس الكروي، مدرجات مملوءه بجماهير كتشجع الفريقين، جوج ديال الفروق عندها التاريخ ديالها. الدور ديالنا على اننا يعني نعطيو واحد المنتوج كروي اللي غيستمتعوا به هاد الناس. الحمد لله نشكروه على الدعم الجماهيري الكبير لنا. مباراه صعيبه غادي نحاولوا نجريوها كيف وجدنا لها، ونتمنى انه نكونوا موفقين، ونتمنى انه نكونوا اكثر تركيز ونكونوا محظوظين كذلك. انطلقت المباراة وانطلقت معها المحاولات من الفريق الطنجي الذي بادر للضغط، فكانت البداية من اللاعب رشيد أيت حمو، وبعدها هجوم خاطف مرت من خلاله الكرة فوق الشباك ليحاول بعدها أبو بكر كرما برأسها مباغتة الحارس مصطفى العيادي. وضع فرض على أبناء الرقراق التحرك، فكانت البداية من تسديدة العميد نبيل الدودي. نفس اللاعب سيعود ليقود هجوم للسلويين من الجهة اليمنى، مرر على إثره كرة سانحة للتسجيل لم تستثمر على النحو الجيد من اللاعب عادل وهبي. وحاولة أخرى سانحة للتسجيل سيضيعها لاعب الجمعية السلوية الذين فعلوا كل شيء سوى إسكان الكرة في الشباك بعد كرة عادل وهبي الذي وجد تغطية موفقة من دفاع الاتحاد الذي أنهى نتيجة الجولة الأولى بالتعادل السلبي 0-0. مع بداية الجولة الثانية حاول الاتحاد افتتاح حصة التسجيل، لكن سرعان ما استطاع الفريق السلوي فرض أسلوبه وتهديد مرمى الحارس بسطارة من خلال سلاح التسديد من بعيد، ثم بعده مصطفى الحشدي لكن كرته تمر جانبا. فريق اتحاد طنجة أتيحت له فرصة المقابلة من خلال محاولة اللاعب عبد الصمد إمعيش، وجدت في المتابعة الحارس السلوي مصطفى العيادي. وقبل نهاية المباراة بلحظات تسديدة قوية للاعب الجمعية السلوية محمد الإدريسي، وتألق آخر للحارس محمد بسطارة الذي حافظ على نظافة شباكه للمباراة العاشرة على التوالي. كنظن بان يعني عدم تلقينا العديد من الاهداف هذا عمل ديال المجموعه كامله، ماشي عمل ديال بسطاره بوحده، يعني عمل ديال المجموعه في العمل ديالنا في مستوى خاصه على الشق الدفاعي. كنحيي جميع اللاعبين اللي كيبذلوا مجهودات جميع المقابلات، الشيء اللي خولينا نستحقوا الصداره عن جداره واستحقاق. بتعادله امام الجمعيه السلويه اتحاد طنجة يسدل الستار على مباريات ذهاب بطوله القسم الوطني الثاني، متوجا بلقب الخريف وبحصيله مميزه حصد خلالها 35 نقطه من اصل 10 انتصارات و5 تعادلات دون اي هزيمه. يبقى السؤال المطروح: من يوقف زحف الاتحاد نحو القسم الاول؟ الاكيد ان الامر اصبح مساله وقت ليس الا. إذن المحمودي